رجعنا تاني بنكمل سلسله احياء بيت الوطن، وهنتفرج النهارده على الحي الخامس. تقريبا هنا في بيت الوطن شهر عن شهر فيه تطورات. هنتحرك جوه الحي الخامس ونبدا نشوف كل العمارات والتطورات والحاجات كلها الجديده اللي موجوده في الحي. فطبعا شارع عليه ترافيك كويس جدا، فده بيعكس سرعه السكن في الحي الخامس. اسئله كتير بتيجي ان بيت الوطن امتى هيسكن، اقدر استلم اقرب استلام امتى عشان اقدر اسكن. فالحاجات دي كلها بتشوفها بعينك على ارض الواقع لو انت مغترب بره مصر او جوه مصر بس في محافظات ثانيه ومش عارف تنزل بيت الوطن او الاماكن اللي بنصورها وتشوف كل حاجه على الطبيعه، فتقدر تلف معانا في الفيديوهات كلها، تقدر تشوف كل حاجه على الطبيعه. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا للحي الخامس. يلا بينا. مساء الفل عليكم، معاكم عمر خالد. رجعنا تاني نصور بيت الوطن والاحياء بتاع بيت الوطن، وكان كذا حد بعت لي الفتره الاخيره على فيديوهات بيت الوطن ان هم عايزين يشوفوا التطورات. احنا مكملين على فكره لحد الحي الثامن والمنطقه التكميليه والنورث هاوس، ولكن زي ما انتم شايفين على القناه احنا بنصور كمان في العاصمه الاداريه، المناطق الجديده والمناطق اللي فيها طروحات جديده عشان الناس كلها اللي بتستفسر عن الحاجات اللي في العاصمه. بس رجعنا تاني بنكمل سلسله احياء بيت الوطن، وهنتفرج النهارده على الحي الخامس. احنا النهارده دلوقتي واقفين في الفاصل بين الحي الخامس والمنطقه اللي فيها كومباوند بالم هيلز وماونتن فيو بعديها، وهنتحرك جوه الحي الخامس ونبدا نشوف كل العمارات والتطورات والحاجات كلها الجديده اللي موجوده في الحي. لان يعني تقريبا هنا في بيت الوطن شهر عن شهر فيه تطورات. اسئله كتير بتيجي ان بيت الوطن امتى هيسكن، اقدر استلم اقرب استلام امتى عشان اقدر اسكن لو انت مغترب او جوه مصر. فالفيديوهات بتاعتنا هتكون مهمه جدا ويعني نافعه جدا ليك لو انت مغترب بره مصر او جوه مصر بس في محافظات ثانيه ومش عارف تنزل بيت الوطن او الاماكن اللي بنصورها وتشوف كل حاجه على الطبيعه. فتقدر تلف معانا في الفيديوهات كلها، تقدر تشوف كل حاجه على الطبيعه. اللي عنده اي استفسار على طول معودكم اي حد يسال على اي حاجه تخص بيت الوطن او بره بيت الوطن من اوراق او لوكيشنز او ايا كان، عايز يسال على الورق، تسلسل الملكيه، ايه البنود اللي بنزودها في العقود، يبعت لي على رقم الواتساب اللي بيتثبت في وصف الفيديو او في اول كومنت تحت الفيديو. خلينا نبدا سريعا الفيديو عشان ما اطولش عليكم، ونبدا نتفرج على الحي الخامس جوه حرف حرف. نبدا نتحرك جوه الحي الخامس كله. لو انت شاري قطعه او شقه واستلمتها خلاص او لسه هتستلمها، ممكن تشوف الشقه بتاعتك او العماره بتاعتك او الارض بتاعتك في الفيديو ان شاء الله. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا للحي الخامس. يلا بينا. طيب احنا حابين بس قبل ما اخش الحي الخامس حابب اشرح لكم احنا نمشي منين ونتحرك فين، عشان اللي يشوف الفيديو من الاول يبقى فاهم احنا نبدا منين ونخش فين ونلف حوالين الحي الخامس ان شاء الله 360 درجه حوالين الحي الخامس كله. نحاول نخش جوه كمان في الحروف، بس خلينا مبدئيا يعني زي ما هتشوفوا دلوقتي احنا واقفين عند العلامه الزرقاء، واقفين عند الفيو زون. طبعا الفيو زون اللي بيقطع الاحياء الفرديه عن الاحياء الزوجيه. يعني خلينا بس اشرح لكم سريعا كده الحي الخامس حيثياته عامله ازاي من على الخريطه عشان تبقوا فاهمين واحنا برضو بنتحرك. احنا يعني غالبا احنا هنتحرك كده من عند النقطه الزرقاء ونمشي في الفاصل اللي بين الحي الخامس والحي السابع، وهنفضل مكملين لحد ما نوصل عند الجزء اللي فيه كومباوند بالم هيلز زي ما بدأنا الفيديو من هنا، ونكمل على طول نتحرك في الشارع. وكمان هنشوف يبدأ كومباوند ماونتن فيو بس مش هنعدي عليه قوي، ونخش بين الحي الخامس والثالث، الحي الخامس والثالث في الشارع ده، ونرجع تاني من الفيو زون. ده الشارع بتاع الفيو زون اللي هنا برضو هيبقى فيه منطقه كومباوندز اوريدي، في كومباوندز اتطرحت واحنا اصلا بنصور قدام كذا كومباوند هنا في المناطق اللي جنبينا هنا. واللي قلت لكم بعد كده هنعمل له فيديو ان شاء الله لكومباوندز بيت الوطن الموجوده في الفيو زون، عشان في ناس كانت فاكره ان الفيو زون دي في الاول منطقه خضراء كبيره، لان هي كانت موجوده على الخريطه منطقه خضراء، وهي مش منطقه خضراء كبيره ولا حاجه، هي منطقه كومباوندز ومدارس وجامعات ونوادي، ويعني فيها خدمات كتير. مش معنى ان هي موجوده خضراء على الخريطه فهي خضراء، لا، هي في خدمات وفي كومباوندز فيها كتير واوريدي فاتحه. لو هنلاحظ برضه هتلاقي نسبه الانشاءات اللي موجوده في الحي الخامس ممتازه، هتلاقي على جوجل مابس باين اهو اخر ابديت ليه. وكمان هننزل دلوقتي او واحنا بنتحرك صور للحي الخامس من فتره، وازاي في تطور دلوقتي الحي الخامس من الاحياء المرفقه بالكامل، فيها اسفلت كتير واحنا ماشيين، فيها عمارات كتير. فهنبدا نتحرك، هنلاقي وقت عن وقت بيبدا الانشاءات تزيد، تبدا الكثافه تزيد قوي بتاعت العمارات، وده ان شاء الله بيساعد بعد كده في السكن. فده كده شكل الحي الخامس على الخريطه. تعالوا نبدا الجوله بتاعتنا، نتحرك 360 درجه حوالين الحي الخامس، ونخش جوه كمان نبص على بعض الحروف. وبالمناسبه المنطقه اللي في النص دي في الحي الخامس اللي ظاهره هي منطقه الخدمات، كل حي في بيت الوطن فيه منطقه خدمات في النص. فده شرح سريع للحي الخامس، وهنبدا دلوقتي الجوله بتاعتنا ونتحرك جوه الحي الخامس. يلا بينا. طيب احنا دلوقتي بنتحرك من الفيو زون، منطقه الفيو زون زي ما بدانا نشرح في الاول، داخلين على الحي الخامس. وزي ما اتكلمنا ان الحي الخامس بيحده من الناحيه الغربيه الفيو زون اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ده، يعني الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده على الجهه الشمال ده
بدايه الفيو زون او الجزء بتاع الفيو زون اللي قدام الحي الخامس، وبعد كده احنا دخلنا في الفاصل اللي بين الحي الخامس والحي السابع، الفاصل اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. والفواصل دي بتبقى حوالي 55 متر، وفي بعض الفواصل 32 متر، وفي بعض الفواصل بتبقى 72 متر، ولكن الفواصل الكبيره شويه. الجوله بتاعت الحي الخامس النهارده هتشوفوا فيها انشاءات كتير وعمارات كتير يعني قاربت على الانتهاء. يعني بدأ يظهر عمارات كتير خلصانه متشطب الواجهات بتاعتها والمداخل، وبعض الشقق كمان بدأت ان هي بتتشطب من جوه زي ما يظهر يعني على الخريطه. بعد كده لما بنفتح الخريطه ونفتح جوجل مابس ونشوف احنا هنخش منين من الحي الخامس، هتلاقي ان هو متقسم لحروف، والحروف دي في النص في منطقه خدمات زي ما بنشرح على طول، منطقه الخدمات اللي جوه الحي الخامس او الحي الاول او ايا كان، يعني منطقه الخدمات اللي جوه كل حي. الطريق ده اخره بيوصلنا للمكان اللي فيه كومباوند بالم هيلز وماونتن فيو، واللي هنعدي عليه برضو كمان شويه، لان احنا هنلف حوالين الحي الخامس 360 درجه، الشوارع الرئيسيه اللي بره كلها، وهنخش بقدر الامكان كده الشوارع اللي جوه، نخش جوه حرف حرف كده، نتفرج على تطور الانشاءات في الحي الخامس. طيب الحي الخامس من الاحياء المرفقه بنسبه كبيره جدا، يعني تقريبا بنسبه تقارب على 100%، وهتلاقيها من اكتر الاحياء المرفقه. يعني في احياء تانية هتلاقي فيها الانشاءات اقل شويه والشوارع اقل شويه في السفلته وعمليه الاناره والترفيق والحاجات دي كلها. لا، الحي الخامس بسم الله ما شاء الله الانشاءات فيه اكتر بكتير من اي حي تاني. تلاقي فيه حروف كتير جدا، فيها نسب الانشاءات زياده، في ناس بدات ان هي بتشطب الشقق بتاعتها. هتلاقي فيه سفلته النهائيه موجوده، اللي هي ناقص طبقه الاسفلت الاخيره بقى اللي هو قبل السكن، ولكن هتلاقي من الاحياء اللي هي متسفلته بالكامل، يعني جزء كبير منها، سوري مش بالكامل، يعني جزء كبير منها. ولو وقفت على الحي الخامس هتلاقيه تقريبا هو اعلى ربوه موجوده في بيت الوطن، يعني الحي الخامس مرتفع جدا عن بقيه الاحياء. زي ما احنا شايفين احنا مكملين في الشارع اللي فيه بالم هيلز وماونتن فيو، وعلى ايدينا الشمال كده الحي الخامس، وعلى ايدينا اليمين زي ما باين دلوقتي بالم هيلز، كومباوند بالم هيلز من الكومباوندز الساكنه، فيها جزء كبير ساكن من المرحله اللي كانت مفتوحه من قريب، وناس خلاص عايشه وكل حاجه، وناس خارجه وناس طالعه وناس تطلع للطريق الاوسطي والطريق السويس. فطبعا شارع عليه ترافيك كويس جدا، فده بيعكس سرعه السكن في الحي الخامس. النقطه اللي كان كذا حد بيبعت لي عليها الفتره اللي فاتت، اللي هو انا هشتري في الحي الكذا عشان الناس قالت لي ان هو هيسكن كمان سنه، ولكن الحي التاني لا ما يستنى 3 سنين. لا هو يا جماعه ما حدش عارف الغيب مبدئيا، يعني ما فيش حاجه اسمها ده يسكن بعد قد ايه فعلا 100%، او ده يسكن بعد قد ايه. هي الفكره كلها احنا بنشوف ايه المقاومات اللي حوالين الحي عشان نقدر نقول ده فعلا هيسكن في خلال الفتره دي، او في خلال الفتره دي الناس هتبدا تشطب. لان انت خلي بالك ممكن الشركات كلها تخلص انشاءات في المكان كله، ولكن ينقص ايه؟ ان الناس تيجي تشطب وتقعد. لكن لو يعني الشركه خلصت كل حاجه النهارده، انت لسه ما نقلتش ولسه ما شطبتش وفضلت قاعد 3 سنين ما عملتش، قفلت شقتك، طب ما انت ده بيأثر على سرعه السكن في المكان. فانا طبعا على طول بنقول يا جماعه الناس المغتربه اللي شاريين شقه واثنين وثلاثه، في ناس مغتربه بتشتري شقه كفيرست هوم، كخلاص ده الاند يوزر ان هو خلاص هيسكن، وده اول بيت ليه فده هيسكن فيه خلاص، ويقوم شاري شقتين تانيين استثمار. طب الشقتين التانيين ليه نركنهم؟ طب ما نأجرهم لحد ما تقول ان انا هبيعها مثلا. يعني في ناس يقول لك لا انا مش شاريهم عشان اجر، انا شاري علشان اعمل ريسيل فيما بعد في المستقبل، او ابيع لما اخلص ثمن الوحده. طب ما هو انت تستلم بعد 3 سنين، طب ما تخلص استلامك استلم شطب اجر الشقه، لو انت باقي في قسطك 3 4 سنين اجر ال 3 4 سنين دول، وتبقى عملت اشغال للمنطقه، وكمان دخلت فلوس من الشقه وكسبت اكتر من البرايس ابريشيشن بتاعك اللي هو زياده سعر اليونت ذات نفسه، هتكسب اكتر لان انت بتاخد ايجار، فالايجار ده يساعدك شويه في القسط. لو كله عمل فكره زي كده هتلاقي المكان بيسكن هوا، يعني لان في ناس كتير جدا فعلا، في نسب كتير جدا ناس شاريه شقق وبتقفلها، بتفضل قافلاها، وده في مناطق كتير مش في التجمع بس. احنا معديين دلوقتي، انا كملت في الشارع شويه لان احنا هنكمل جنب ماونتن فيو نلف ونرجع عشان نكمل الجوله بتاعت الحي الخامس كده
النواحي كلها، وبعد كده نبدا نخش في فاصل من الفواصل. هنخش تقريبا من حرف الاي لان ده الشارع اللي شغال، فالشارع اللي هيقابلنا هو حرف الاي في الحي الخامس، هنقدر نخش من عنده، وده اللي انا بخش منه على طول. فان شاء الله برضو نخش منه النهارده ونبدا نخش في ايه، في معظم الحروف. فاحنا دلوقتي راجعين تاني على الشارع اللي عليه ماونتن فيو بالم هيلز، ولكن اصبحوا على الجهه الشمال، واصبح الجهه اليمين هو الحي الخامس. طبعا انا يعني بتكلم معاكم وانا بتحرك في الحي عشان اي حد شاري شقه او عماره او عنده قطعه ارض بدا يبني، او حد واخد قطعه ارض وسايبها لمقاول بيبنيها، فيقدر يشوف في الفيديو بدل ما ينزل من بره مصر او يجي من محافظه تانية، يقدر يشوف في الفيديو تطور انشاءات المكان اللي هو شاري منه او شاري فيه. ده مش فيديو موجه 100% للناس اللي لسه هتشتري، لا ده كمان موجه للناس اللي اشترت خلاص بقالها فتره، او اللي لسه شاريه، او اللي معروض عليها حاجات فعايزه تشوف المكان عامل ازاي. لان في ناس كتير يعني من حتى الكومنتس اللي بتجيلي او الناس اللي بتبعت لي على الواتساب، طبعا يعني بالمناسبه انا بقول على طول اللي محتاج اي استفسار او اي حاجه يبعت لي على الواتساب على الرقم اللي بيتثبت لاول كومنت بيفضل متثبت، او اللينك الموجود في الديسكريبشن بتاع الواتساب. ابعت لي عايز تسال على الورق، عايز تسال على تسلسل الملكيه، عايز تقول او عايز تعرف الارض دي مرحله كام فالمفروض الاقي فيها ورق قد ايه، او ورق يعني عامل ازاي، التسلسل بتاعه عامل ازاي. وده على فكره اللي انا ان شاء الله هعمل له فيديو منفصل، لان ده جالي السؤال ده كتير قوي، اللي هو انا شاري مثلا في مرحله 10، فالمرحله 10 دي انا مش لاقي فيها غير ورق كذا وكذا، هل ده طبيعي ولا لا؟ اخاف اقلق ما اشتريش؟ فالحاجات دي كلها هنتكلم عليها في فيديو منفصل، مش عايز احرق لكم برضو المعلومات، خلينا نتكلم في فيديو منفصل عشان تبقوا بتتفرجوا على الفيديو عارفين ده بتاع ايه، والفيديو ده ممكن نطلع منه بايه. انا يهمني في الفيديو انك تطلع بحاجات مفيده ومثمره، منك تشوف الموقع بتاع المشروع عامل ازاي، او من الواقع عامل ازاي اللي انت شاري فيه، او لو انت زي ما قلت لك معروض عليك حاجات فتبدا تشوف الحي ده عامل ازاي، تبدا تسمع الكلام بكل حياديه، مش حد بيوجهك لحاجه معينه او بيبيع لك حاجه معينه، فتسمع الكلام ده كله، تفهم الدنيا ماشيه ازاي في الاوراق، تفهم العقود وتعديلات العقود بتتعمل ازاي. احنا دخلنا جوه الحي الخامس بالفعل، الاول من الجزء اللي احنا ماشيين فيه. وده يعني الجزء اللي احنا ماشيين فيه ده هو الفاصل بين الحي الخامس والحي الثالث، فهتلاقي الدنيا فيه فاضيه شويه، لكن لما نخش جوه الحي الخامس هتشوف يعني انشاءات كويسه واسفلت موجود وعملت اناره ونسب انشاءات كويسه جدا، لان الشارع طبعا طلع مقفول. فارجع تاني معظم الشوارع هنا شويه هتلاقيها مقفوله، اللي هي ناحيه الحي الثالث. على ايدينا اليمين دلوقتي نقل بقى بعد كده بقى على ايدينا اليمين هو الحي الخامس، وعلى ايدينا الشمال الحي الثالث، وقدامنا هناك اهو كومباوند بالم هيلز. حابب برضو في نص الكلام كده ان انا اشكر فعلا الناس اللي بتتابع، والناس اللي ان شاء الله تكون بتطلع باستفاده بنسبه يعني 1% يؤثر على قرار الشراء ليك، والناس اللي بتبعت لي وبتشكرني، واللي حتى ساعات في ناس ما بتبعتليش اصلا تسالني على حاجه، ولكن متابعه الفيديوهات فتعلمت ازاي تشتري وازاي تبدا تستثمر مثلا في ايا كان بقى قصص الشقق او الاداري والتجاري والكلام ده كله. ان شاء الله بعد كده احنا هنعمل حاجات بالتفصيل الفتره اللي جايه ان شاء الله، فيها فيديوهات ممتعه تعجبكم جدا، واللي عنده برضو اقتراحات لمواضيع للفيديوهات دي يبعت لي، وان شاء الله نعمل عليها سلسله كويسه وتبقى مفيده للناس كلها. ان شاء الله الفتره اللي جايه هتلاقوا فيديوهات قويه جدا 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 جوه بيت الوطن وبره بيت الوطن في العاصمه الاداريه، لمعلومات عامه في الاستثمار واللي بيشتري كمان للسكن. حاجات كتير جدا محتاجين نركز عليها واحنا بنشتري النوع ده من الاستثمار او السكن. طيب احنا دلوقتي طلعنا تاني على الشارع الرئيسي اللي احنا كنا ماشيين عليه، على شمالنا لسه بالم هيلز، فنطلع ونخش تاني من عند حرف الاي. انا بس عشان لقينا ان الفاصل ده شغال فحاولت اخش منه، زي ما كنا اتكلمنا في اول الفيديو ان احنا هنحاول نلف حوالين الحي بس بقدر الامكان بقى، يعني انا بحاول بس ممكن شويه عوائق كده تظهر ان ايه ظهر شارع مقفول او حاجه. يعني للي بيتفرج على الفيديو يعني خلي بالكم برضو ممكن ناس تتفرج على الفيديو ده لاول مره ما يعرفش اصلا بيت الوطن ولا شافه ولا اي حاجه، وهو اتعرض عليه في بيت الوطن ففتح فلقى فيديو الحي الخامس. فبالمناسبه دي احب اقول لك ان بيت الوطن هو متقسم ل8 احياء، والمنطقه التكميليه والنورث هاوس بين طريق السويس وبين محور محمد بن زايد اللي بيدخل العاصمه الاداريه، ده كده اتجاه الشمال واتجاه الجنوب.
اتجاه الشرق والغرب يجي من ناحيه الغرب شارع النوادي، النوادي القاهره الجديده، او يعني اللي بقى جوه بيت الوطن النوادي الجديده، غير شارع نوادي اللي هو بتاع بنك مصر ورويال وبلاتينم والنوادي دي كلها. شارع نوادي تاني هو اللي فيه نادي الاهلي، فرع النادي الاهلي جوه التجمع موجود في شارع النوادي. والجزء الشرقي هو البالم هيلز وماونتن فيو الكومباوندز، وبعد كده بعديه على طول يليه ارض الهيليو بارك، بعد كده مدينتي على طول. ومن فوق طبعا اهم محور موجود حاليا هو طريق السويس. بيت الوطن رخصته ارضي و3 ادوار. مؤخرا طلع قرار ان ممكن المطور يكمل الدور الثالث ده اللي فوقيه بقى، اللي هو كان السطح يعني فوق الدور الثالث اللي هو الروف، يكمل ال 25%، يكملهم لحد 75% مع الاخذ في الاعتبار طبعا لبعض القوانين اللي الجهاز نزلها عشان نقدر ان احنا نكمل بنى. الشوارع في بيت الوطن متقسمه طبعا تقسيم اكتر من رائع، انا رايي الشخصي يعني متقسمه تقسيم حلو جدا. لو بصينا على حي في بيت الوطن هتلاقي الحي سكني كله، في منطقه خضراء، في شوارع عريضه تبدا من 18 متر، وده عرض شارع محترم جدا للشارع سكني معلوش مثلا خدمات زي ما احنا شايفين دلوقتي. يعني معلش نغير الكلام بس لان دي عماره متشطبه وخلصانه في الحي الخامس، منظر طبعا جميل جدا على الشارع الرئيسي. وده اللي بقول لكم عليه، ان كل ما تبقى قريب للشارع الرئيسي كل ما يبقى فرصتك للسكن اسرع بكتير من الحاجات اللي جوه قوي، ولكن كله بيسكن في الاخر. بس انا بقول لك الفرصه بتبقى اسرع شويه فين يعني. احنا دلوقتي برضو كده داخلين في حرف الاي عشان برضو تظهر قدامنا الجوجل مابس كده تبين شويه احنا بنمشي فين وبنتحرك منين، عشان الناس تبدا تتفرج تشوف ده حرف كذا وده حرف كذا، فانا عمارتي كانت رقم كذا، هي في الزون دي، فتبدا تشوف شويه. تلاقي برضو نسب انشاءات من هنا بقى كويسه جدا، اسفلت محترم جدا، ماشيين بكل اريحيه، الدنيا ممتازه يعني. نرجع لكلامنا، ما كنا بنكمل شرح بيت الوطن. وزي ما قلت لكم تخطيط الشوارع في وجهه نظري تخطيط ممتاز، يشبه قوي التجمع مع مراعاه المشاكل اللي حصلت في التجمع زمان وتعدلت في بيت الوطن دلوقتي، وطبعا في العاصمه الاداريه رقم 1 يعني، ولكن اتعدلت في مناطق كتير في بيت الوطن. انت عندك شوارع زي ما بقول لك 18 متر، تبدا من 18 متر. التجمع كان فيها شوارع يعني 10 متر و8 متر، لكن طبعا اقل شارع في بيت الوطن 18 متر. الفواصل اللي بين الحرف والحرف بتبقى 32 متر، رينج 32 متر. بعد كده في فواصل تانية كبيره شويه ممكن تكون بين الاحياء وبعضها توصل ل 55 متر. في فواصل كبيره زي شارع مصر الجديده بيكون حوالي من 2 ل 75 متر العرض بتاع الشارع. فطبعا ده تقسيم فوق الممتاز. بيت الوطن ارضه او الاراضي هناك كلها سكنيه. الاراضي الخدميه هي منطقه جوه كل حي بتبقى منطقه خدميه بتخدم على العمارات، والعمارات هناك بتطلع الشقه بقى على الدور على كام شقه. في اراضي بتطلع الدور على شقتين، في اراضي بتطلع الدور على 3 شقق، في اراضي بتطلع الدور على 4 شقق كمان. ولكن الاراضي كلها احنا بنتكلم لحد ال 730 متر بنطلع الدور على شقتين، فوق ال 730 متر او من ال 730 متر فيما فوق نطلع على 3 شقق، فوق ال 940 متر نقدر نطلع على 4 شقق في الدور. فده اللي تركز فيه، لان انت النهارده ممكن تشوف زي ما احنا شايفين يعني اكشاك الكهرباء موجوده بالفعل في الحي الخامس واحنا بنتحرك. هتلاقي كذا كشك كهرباء هيبان، انشاءات كتير باينه قدامنا، حاجه مفرحه الصراحه. كل ما باجي هنا بحس بتطور انشاءات مش طبيعي بجد يعني. انا بتحرك في المكان كتير وباجي بيت الوطن كتير قوي، على طول الاقي فيه يعني ابديت، على طول الاقي فيه تطور في الانشاءات، وده بيديني الارم كده يقول لي ايه ان المكان ده لا الرقعه دي مميزه قوي، فيها اهتمام كبير قوي. المكان ده لما يسكن ما حدش يعرف يشتري فيه متر زي التجمع زمان كده. الناس كلها كان بيتعرض عليها يقول لك لا 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 انا اشتري ارض ليه هنا بالسعر ده، شويه رمله ومش عارف ايه وبتاع. نفس الموضوع بيتكرر النهارده بعد 5 6 7 8 10 سنين. يعني اعتقد ان بيت الوطن ده هيكون حلم لبعض الناس اللي عايزه تشتري فيه ومش تعرف تشتري فيه، لان الشراء فيه كله هيبقى كاش، وممكن يكون مش كله بيقدر طبعا يشتري كاش، بيبقوا عايزين قسط. فالقسط ده بيبقى في الاماكن الجديده. طب الاماكن الجديده دي فين؟ اخر حاجه بيت الوطن خلاص، للمنفصل، العمارات المنفصله او العمارات السيبريت هي اخر خلاص حاجه بيت الوطن.
بعدينا ايه؟ العاصمه الاداريه، نخش العاصمه الاداريه. فاللي عايز يشتري حاجه سيبريت في التجمع خلاص ما فيش، يعني مش هيلاقي، الا لو اصبح لسه في كومباوندات بتطرح في التجمع. ده نادرا لما يحصل بعد 10 سنين ان لسه في كومباوندات بتطرح في التجمع. انا مش شايف ان ده يعني ممكن يحصل بشكل كبير، لان اراضي التجمع اصلا الكومباوند قليله خلاص دلوقتي. الطروحات اللي جايه هتبقى مش كتير، الاراضي خلاص بدات تنتهي في التجمع، بعد كده يبقى في طروحات تانية كتير بعد كده في العاصمه الاداريه. نرجع لموضوع عدد الشقق في الدور. طب هل ده مضر يا عمر ولا لا؟ ان عدد الشقق تبقى كتير في الدور؟ لا، هو على حسب مساحه الارض. مساحه الارض دي بتغطي الخدمات، لان انت عندك النهارده البيزمنت وارضي واول وتاني وتالت، والدور اللي هو شبيه بالرابع اللي هو ال 75%. فانت عندك تقريبا لو شقتين في الدور فهتلاقي عندك في العماره ارضي وثلاثه، يعني 4 ادوار، يعني عندك 8 شقق في العماره مع الشقه الزياده اللي فوق، يعني 9 شقق في العماره. فهتلاقي الباكات بتاعتهم موجوده، والضغط على المرافق معمول حسابه، فدي متحدده ان هي تبقى خلاص هي 2 في الدور. طب الارض اكبر شويه، ففي بيزمنت اكبر شويه، في خدمات اكتر شويه، فتقدر ان هي تحمل شقه زياده في الدور ان هم يبقوا 3 شقق. طب فوق زي ما قلنا 940 نقدر ان احنا نطلع 4 شقق في الدور، وده يعني يستحمل نتيجه لان مساحه الارض كبيره فالخدمات فيها اكتر شويه. تلاقي بعض الاراضي مثلا بعض المطورين هتلاقي عندهم ارضين او 3 اراضي جنب بعض، فعاملها حاجه اسمها ميني كومباوند. ميني كومباوند يعني كان قريب في بيت الوطن بدا يظهر الفكره دي، وده بالفعل اتنفذ، ان بيبقى نفس الواجهه وعليهم سور وليهم 3 مداخل، كل عماره ليها مدخل طبعا. وفي بعض الميني كومباوندز بيكون هو مدخل واحد تقدر تخش منه لكل العمارات. البيزمنت بيبقى مفتوح على بعضه كله، والبيزمنت بيجي له قرار ضم، ودي حاجه مهمه لازم نشوفها في اوراق الميني كومباوند. وكمان الواجهه لو واجهات كلها عمارات منفصله ومش لازقين في بعض فده كده تمام. لو عامل الواجهه كلها واحده بتاعت 3 عمارات فده كمان بيجي له قانون ضم لل3 عمارات مع بعض، وده لازم برضو نشوفه في ورق الميني كومباوند. لو عامل خدمات جوه، حمام سباحه مثلا او جيم صغير او كيدز اريا صغيره، برضو الحاجات دي حمام السباحه بالذات بيجي له رخصه لحمام السباحه، ودي برضو من الحاجات اللي لازم نركز فيها في الورق. في بعض الناس بتفضل فكره الميني كومباوند، وبعض الناس لا، يعني بتتكلم عادي ان هي ايه محتاجه لا تشتري سكني منفصل من غير ميني كومباوند ولا حاجه، يعني يقول لك انا ما اعرفش بقى بعد كده الصيانه تبقى عامله ازاي، ولكن يعني الفكره كلها بتبقى عمارتين او 3 فالموضوع بيبقى سهل جدا، اكنك شاري في عماره منفصله، بس الزياده ان ايه، ان في حمام سباحه صغير تحت لاولادك، في كيدز اريا صغيره، في مساحات فاضيه بقى للميتنج روم مثلا، اتحاد الملاك، الحاجات دي كلها. يعني احنا دلوقتي بنحاول نطلع في الشارع اللي هو يطلع على الفيو زون من الحي الخامس، ولكن هو الشارع مش ما كانش شغال اللي احنا كنا ماشيين فيه، فطلعنا من الشارع اللي بعديه، وده اللي هيطلعنا على الفيو زون عشان نكون لفينا شويه جوه الحي الخامس واحنا بنتكلم، ونكون طلعنا كمان على الفيو زون وشفنا سفلات الفيو زون وصل لايه والتطورات بتاعته. والفيو زون زي ما كنت بقول لكم هي مش منطقه خضراء، هي منطقه كومباوندات زي ما هنشوف، ومنطقه خدمات، بس خدمات كبيره شويه، يعني جامعات، مدارس، مستشفيات، فهتلاقي في جزء الخدمات موجود في الفيو زون كتير، وده اللي هيظهر دلوقتي واحنا خارجين وهنبص على الفيو زون لايف واحنا ماشيين. يعني زي ما كنت بقول لكم على موضوع الكثافه اللي بين اللي في الشقق او اللي في العمارات، يعني فهي فكره على حسب مساحه كل ارض، فالموضوع متخطط له، الموضوع مش عشوائي. اللي كان بيسال على الواجهات برضو، المطور لما بيجي يعمل واجهات فبيقدم الشكل بتاع الواجهه والوان الواجهه، ممكن ياخد قبول وممكن ياخد رفض لو هو عامل حاجه نشاز عن المنطقه كلها، لا يعني بيعدل. وفي بعض المطورين عدلوا بالفعل الواجهات بتاعتهم بعد ما الجهاز عدل الوان بعض الحروف في الاحياء، عدلوا الواجهات بتاعتهم عشان تكون يعني نفس الواجهات او نفس الالوان تبع شروط الجهاز. يعني طبعا دول مطورين محترمين. انت وانت بتشتري زي ما على طول بنقول في الفيديوهات، ركز قوي 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 على اختيار المطور، اختيار مطور ليه سابقة اعمال، اختيار مطور تعرف تسال عنه بطريقه سليمه. انا بشوف صراحه مهازل ناس بتخش تسال على مطورين على السوشيال ميديا، ناس من جوه المطورين اصلا بيردوا عليهم ويقول لك ده المطور ده ما اعرفش ايه مطور. ببقى شايف يعني بتعجب، لان المطور ده بيبقى سيء اصلا ولا الناس كلها بتشكر فيه. فطبعا انت محتاج تسال حد فاهم كويس جدا، محتاج تسال حد بتثق فيه، محتاج يكون حد معاك في موضوع الاوراق القانونيه والتسلسل الملكيه والعقود وايه البنود اللي تضيفها في العقود عشان تضمن حقك في المطور. وزي ما قلت لكم اللي محتاج القصه دي يبعت لي
واقول له يعمل ايه. الموضوع بسيط ان شاء الله، بالذات اخواتي المغتربين واخواتنا المغتربين اللي بره، اللي ما يقدروش ينزلوا بنفسهم او ما يقدروش، يعني ما مش طبيعي برضو تثق في كلام حد هو بيبيع لك اللي عنده بس، الا طبعا من رحم ربي، يعني في ناس محترمه جدا في السوق. فمحتاج تسال وتستفسر وتسال على صحه الورق وتتاكد من الاوراق دي كلها ومن المطور واسمه وشغله. فاللي محتاج حاجه زي كده يبعت لي على الواتساب واقول له يعمل ايه ويكلم شركات ايه ويروح فين وايه الترشيحات الممتازه الكويسه اللي ما يخرجش منها في التجمع ويكون بيشتري بطريقه سليمه وامنه. احنا دلوقتي على الفيو زون، طالعين ناحيه الجزء اللي فيه الكومباوندز اللي ذكرناها في الاول، او اللي بيبقى فيه كومباوندات كتير. الجزء اللي فاضي جنبنا ده كله، دي كده هي منطقه الفيو زون ومنطقه الكومباوندز. على شمالنا الحي الخامس طلعنا منه خلاص، على يميننا منطقه الفيو زون بالاريا اللي فيها الكومباوندات اللي في الفيو زون. اتمنى يكون الفيديو مثمر ويكون الفيديو خلاك تشوف المنطقه اكتر. اللي عنده اي اقتراحات نعملها في الفيديوهات، حابب يعرف معلومات اكتر في الفيديوهات، يعني يا ريت يبعت لي على الواتساب او يبعت لي في الكومنت، وان شاء الله ارد عليه في اقرب وقت. بحاول ارد على اكتر كم من الرسائل، والله اعذروني لو بتاخر على اي حد او بنسى ارد على حد. دمتم بخير ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله المره اللي جايه بفيديو جديد للحي اللي بعديه.